هنعمل النهارده حلويات سهله ولذيذه واقتصاديه بدون لبن ولا دقيق ولا اي دهون وبدون سكر. بصي امنه جدا وحلوه قوي ولذيذه. يلا بينا بقى نبدا فيها على طول. هنجيب حوالي 4 حبات من الموز، يكونوا مستويين كده حلوين، ما يبقوش ماسكين نفسهم ولا خضر. نهرسهم كويس قوي بالشوكه لحد ما يوصل معانا بالقوام الكريمي اللي قدامك دوت. نفضل نهرس فيه كويس قوي لحد ما يوصل لقوام ناعم جدا. بعد كده بقى هجيب حوالي 5 معالق كبار من جوز الهند. عايزه اقولك طعمها لذيذ قوي وحلوه قوي. و3 مكونات بس، ويعني خفاف جدا. بعد ما هرسنا الموز وحطينا عليه 4 معالق او 5 معالق من جوز الهند، هنزل عليه معلقتين كبار من الكاكاو، يدينا كده لون حلو كده اصفر وبيدينا طعم الشوكولاته. هقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما يندمج كل المكونات مع بعض، ما يبقاش في اي حاجه بودر سواء من جوز الهند او الكاكاو. واخليهم كده يشربوا الموز اللي هو بقى سائل خلاص. وبعد ما هقلبهم كويس قوي، عايزه اقولك ممكن تعمليها بكذا طريقه. تجيبي صينيه كبيره او قالب كبير كده، تفردي فيه الخليط اللي احنا عملناه دوت، وممكن تقطعيه بالسكينه قطع صغيره او الحجم اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه. او تجيبي قوالب الكب كيك تحطي فيه حبه كده وترصيهم في قلب صينيه او في قلب الصينيه نفسها بتاعه الكب كيك، تطلع معاكي شكلها حلو. وتحطيها بقى في الفريزر حوالي 3 ساعات او على حسب الفريزر بتاعك بيجمد في قد ايه. واول ما يتجمد معانا بنكون مجهزين الصوص الشوكولاته. بنجهزه ازاي بقى؟ بنجيب حله نحط فيها ميه ونحطها على النار، وفي طبق تاني تسخين نحط فيه قطع الشوكولاته سواء البيضه او الدارك اللي هي السمراء في قلب الطبق، وناخد الطبق نحطه على الحله اللي فيها ميه وبيتعمل معانا وبيسيح على حمام البخار ده. بنطلعه نسيبه يبرد شويه عشان لما نحطه في كيس ما يبقاش سخن، او لما نحطه على الخليط دوت ما يسيحهاش كده من السخونيه. بعد كده اول ما الاقيه برد معانا حبه صغيره، وبتزيني بيها الوش بتاع الحلويات اللي احنا عملناها. عايزه اقولك حلوه قوي، وخصوصا لما بتجمد بيبقى طعمها كانها استيك على بعضها كده، بتاكليها كانك بتاكلي استيك. حلوه قوي لذيذه وخفيفه ولطيفه جدا، وما بتحسيش ان بتعب منها. ما فيهاش سكر، وهي سكرها مظبوط تماما، سكر الموز مع الشوكولاته. حلوه قوي وخفيفه، ما بتحتاجيش تحطي فيها سكر ولا اي حاجه. وكده خلصنا وصفتنا. اتمنى بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وتجربوا الطريقه دي وتقولوا لي عامله معاكم ايه، ونتقابل في وصفه جديده ان شاء الله.